المكتئب عايز حاجات بسيطة قوي، عايزك تسمعه، ان هو يتكلم وانت تسمع وتسمع وبس، تسمع من غير ما تحكم عليه، تسمع من غير ما تعدل على كلامه، تسمعه وتسيبه يفضفض. الحاجة التانية، محتاج ان انت تقوله انا جنبك، انا حاسس بيك، انا معاك، اللي انت عايز تعمله انا في ظهرك وسند ليك، انا مش هسيبك. الحاجة التالتة، اسأله تحب اساعدك ازاي، سيبه هو اللي ياخد القرار، سيبه هو اللي يقولك ايه الطريقة اللي مناسبة ليه علشان تقدر ان انت تساعده بيها من غير ما تكون بتضغط عليه. الحاجة الرابعة، قول له ما تيجي نعمل حاجة بسيطة مع بعض، أنا مقدر مشاعرك، بس إيه رأيك نخرج نتمشى 10 دقايق بس نشم هوا من غير ما نتكلم خالص، مجرد تمشية وتغيير جو مش أكتر. والأهم من كل ده إن أنت تفضل وراه وتشجعه إن هو يروح لحد متخصص، تقول له ده بطريقة والتانية والتالتة، أو تدور له على دكتور وتجيب له ريفيوز وتشجعه وتجيب له حالات كان عندها اكتئاب قبل كده وخرجت منه، خليه يروح للاتجاه الصح. هي دي بجد طريقة المساعدة اللي هو محتاجها، لأن أغلب المكتئبين ما بيبقوش حابين يروحوا لدكاترة، يا إما لأن هم مش عارفين إن هم مكتئبين، أو حاسين إن ده شوية زعل عادي هيروح لحاله، أو أنا تأقلمت على كده ومرتاح كده، أو لأن الاكتئاب مسيطر عليه بما فيه الكفاية، هو عارف إنه مكتئب وعارف إن حياته صعبة وعارف إن حياته واقفة وإن الاكتئاب عنده اضطراب بجد مش مجرد شوية زعل، بس خلاص هو عايز يقعد على كده لأن الاكتئاب سيطر عليه، الاكتئاب بقى هو المتحكم فيه، مش هو كبني آدم عارف يسيطر. فأنت مساعدتك ليه إنك تشجعه إنه يروح لحد متخصص.